يعني احاول اراضيها، ولكن حاليا بتزعل من اي شيء. ولو نصحتها مش بتحب النصيحة، بتزعل. لو قلت لها اي شيء لازم تعلي صوتها وتزعق. وانا حاسة يعني اني اتخنقت منها جدا، عاملة زي الاطفال بشهادة اولاد خالتها. وزوجي لاحظ التصرفات بتاعتها، انها تبرق لبنتي من فوق لتحت. والبنت بقت مش بتحبها خالص، حتى لو هي اشترت لها ايه. لا خلاص، من اسلوبها وانا عارفه انها ممكن يكون اللي هي بتعمله مش مدركاه. يعني مثلا في رمضان بصلي انا والبنات في الصاله، ونقعد بعد الصلاه شويه تيجي تزعق وتطفي النور علينا، وتقول انا عاوزه انام هنا. طب ما تنامي في اي مكان تاني، او نامي في الاوضه. تقول لك لا، انا عايزه انام هنا، فخلاص قوموا عشان انا عايزه انام هنا. فانا مش عارفه اعمل ايه، فدوني اعمل ايه. هي ملهاش حد غيرنا، وانا والله مش بحب ازعلها. ايه الحل معاها يا جماعه؟ انا محفظه قران، فانا حابه ان حد يفيدني. يعني ربنا يصبرني طبعا، واكيد ليا اجر على اللي بيحصل، وانا بحبها. بس كل واحد فينا له طاقه، انا مش عارفه اتعامل معاها ازاي. يا ريت تصبروني وتفيدوني. بس هي دي المشكله. ما رايكم؟ بصراحة يعني اللي بيشوف بلاوي الناس بيتهون عليه بلوته، فالله المستعان. كلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا ضغوطات، وكلنا عندنا ظروف. فبجد بجد ربنا يعين كل واحد على وقته وعلى ظروفه وعلى يومه. فعلا الهدوم بتداري الناس، يعني بجد بجد. مش باللبس ومش بالشكل ومش بالمنظر. ممكن يبقى لابس اشيك حاجة ولابس افخم، لابس اشيك حاجة وراكب افخم عربية، بس عنده مشاكل الدنيا. مشاكل لو انت اتحطيت مكانه فيها، اللي انت بتحسده من بره وشايفه مش هتقدر تتحمل. فبجد ربنا بيكلف الله نفسا الا وسعها، وربنا ما بيحملش حد فوق طاقته غير لما